إيه المضاعفات اللي ممكن تظهر بعد العملية وحضرتك بتتعامل معاها إزاي؟ بُص، حضرتك المضاعفات اللي ممكن تظهر بعد العملية اللي بنعملها باستخدام الهايبريد تكنيك أقل بكتير جدًا من المضاعفات اللي ممكن تحصل مع العمليات اللي بنعملها في الجراحات العامة. لو هنتكلم في الحاجات الcommon أو الحاجات العامة في الموضوع، ممكن يحصل التهاب، جزء يحصل منه نزيف، أو ساعات بيحصل شوية التهابات في منطقة الجرح. طيب هل ده وارد في جراحة الهايبريد تكنيك؟ لأ، صعب جدًا، لأن الفتحة صغيرة جدًا والعيان بيكون متحضر جدًا، غير الفتحات الكبيرة اللي ممكن نلاقيها في الجراحة العادية أو الجراحات التقليدية في جراحة الأوعية الدموية. التعامل معاها إزاي؟ التعامل معاها بالمتابعة، إن إحنا بنقدر من أول يوم بنقدر نشوف المشاكل اللي قابلتنا أو الجرح فيه مشاكل أو لأ، فبنقدر بصراحة إن إحنا نتعامل معاها وقتي على طول. ساعات في مشاكل تانية بتكون مرتبطة بالجرح نفسه والشريان، بس ده أوريدي إحنا فاتحين وشايفين إن الشريان جداره فيه مشكلة، فبنتعامل وقتي، بخلاف القسطرة إن إحنا بنكون داخلين عن طريق الجلد بإبرة، فمش شايفين وضع جدار الشريان أخباره إيه، فبنلاقي المشاكل بعد كده تلاقي العيان جاي عنده تمدد موجود في مكان ما دخلنا بالقسطرة. ده ما بيحصلش في الهايبريد تكنيك. ليه؟ لأن أنا أوريدي فاتح على الشريان ومسلك عليه وقفلت المكان اللي اشتغلت منه قدام عيني، فبالتالي متأكد إن مش هيحصل منه نزيف.